بغيتكم قبل ما يبدا هاد لا فيديو تقراو هاد الجمله اللي غادي تطلع دابا على الشاشه. غالبا غادي تكونوا فهمتوا داكشي اللي مكتوب تما، وغتكونوا فهمتوها كاع احسن من العربيه ولا الفرنسي العاديه. واش هاد اللغه عاديه ولا غير تعودنا عليها؟ اليوم مع اكرم فويد غادي نهضروا على موضوع الفرانكو. باش نكونوا صريحين، شحال هادي فاش عدت الانترنت والشار ما كانش الكلافي كيدعم العربيه مزيان، فاذا اضطروا العرب انهم يبتكروا واحد الحل اللي هو يحطوا الارقام بلاصه الحروف، بحال مثلا 3 للحرف العين، و7 للحرف الحاء، و9 للحرف القاف. دابا واخا الكلافي ولا كيعرف العربيه مزيان والكتابه العربيه متوفره في كل بلاصه، باقيين كنكتبوا بالفرانكو. علاش؟ واول الاسباب اللي هو السرعه، الكتابه بهذه الطريقه كتجيك خفيفه وسريعه في الهضره مع الناس. وثانيا اللي هو طريقه التعبير، بعض المرات كتحس بالكلمات كتوصل بالفرانكو بواحد الطريقه عفويه كانك كتهضر في الواقع ماشي غير كتقرا. ولكن من جهه اخرى كاين اللي كيشوف باللي هذا الشيء كيهدد اللغه العربيه الاصيله وكيخلينا نساو كيفاش نكتبوا بالعربيه الفصحى ولا حتى بالفرنسيه الصحيحه. كيقول لك يا اخي راه عندك الكلافي بالعربيه، حيت ولينا عايشين في لغه هزينه لا هي عربيه لا هي فرنسيه. باختصار لغه الفرانكو ولات جزء من الثقافه ديالنا الرقميه اليوميه. دابا جا الدور ديالكم، واش كتعتبروا لغه الفرانكو هي وسيله سهله وسريعه باش نتواصلوا ولا خطر كيهدد اللغه ديالنا؟ خليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير. كان معكم اكرم فويد، نتلاقاو في فيديو جاي، تهلاو في راسكم.